السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقدم إليكم اليوم تفسير موت الأقارب في المنام. معنى رؤية موت الأشخاص المقربين، الجيران، الأهل، الأصدقاء، الحبيب. سنشرح كل هذا بالتفصيل، تابع معنا. إن رؤية موت الأقارب في الحلم له دلالات إيجابية ودلالات سلبية حسب الحالم وظروفه ونفسيته وحسب الشخص المتوفي في الحلم. ويختلف موت الأب عن موت الأم أو موت الابنة أو الابن أو الأخ أو الأخت أو العم أو العمة، وسوف نتناول هذا كله بالتفصيل. تفسير حلم موت الأب والبكاء عليه للعزباء. رؤية موت الأب في منام الفتاة العزباء بيدل على تغير حال العزباء إلى الأحسن وقدوم بشائر مفرحة لها، كما يدل على العمر الطويل لها. وموت الأب دون مرض أو دون توقع في منام العزباء بيدل على زواجها في وقت قريب وانتقال رعايتها من والدها إلى زوجها. أما إذا رأت موت الأب في عمله فدل ذلك على المكاسب المالية والصحة الجيدة. تفسير حلم موت الأب للمتزوجة. ترمز رؤية موت الأب في منام المرأة المتزوجة إلى الخير والتفاؤل وزيادة الكثير من المال لها في الواقع، كما يدل على الأولاد الصالحين. وعندما ترى المرأة المتزوجة أن أباها مات وهي تبكي بحرقة وتعيش حالة حزن كبيرة، يعني أنها ستتعرض للعديد من الصعاب والقضايا المعقدة التي تحتاج إلى حل في حياتها. ولكن إذا كان البكاء بلا صوت فهو دليل على التغلب على المشاكل والهموم. تفسير حلم موت الأب للحامل. رؤية موت الأب في منام المرأة الحامل بيدل على ولادة مولود ذكر في الواقع، والذي سيجلب الخير للأهل والمجتمع الذي يحيا به. كما تدل رؤية موت الأب في منام الحامل دون أي مظهر من مظاهر الحزن أو العزاء فهو دليل على العمر المديد وعلى الولادة الميسرة دون أي مشاكل. رؤية موت الأب الحي في المنام كمان دليل على العمر الطويل له، كما يمكن أن يفسر الحلم على الأزمات والمحن والصراعات وعدم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح لمدة معينة من الزمن. تفسير حلم موت الأم والأب معا. رؤية موت الأم والأب معا في المنام تحمل الكثير من الخير والرزق الوفير والمكاسب المالية لصاحب الرؤية، وقد تدل على العمر المديد لهما. ومن الممكن أن تكون الرؤية دليلا على حب وعطف الأبناء على أهلهم وخوفهم على فقدانهم. تفسير حلم موت الأب المريض. تشير رؤية موت الأب المريض في المنام إلى الشفاء من المرض واستعادة الصحة والعافية له والقدرة على متابعة حياته كما كانت، وتدل الرؤية على الإقبال على مرحلة أفضل من المرحلة الحالية. تفسير موت الأم للبنت العزباء. دليل على أنها تتمنى اللقاء بشريك الحياة وتسعى إلى الزواج والاستقرار. والبكاء على موت الأم فهو دليل على زوال الهم في الحقيقة، أو أنها سوف تتخلص من مشاكلها وهمومها. تفسير حلم موت الأم للمتزوجة دليل على قدوم الخير في حياتها، وفي حال رأت المتزوجة موت أمها وهي حية بالحقيقة وتم دفنها فهو دليل على التخلص من جميع المنازعات والهموم والصراعات التي تعترضها. وحمل الأم على الأكتاف دليل على القيمة والقدر الجيد والمنزلة الكبيرة للأم في حياة الرائية. تفسير حلم موت الأم للحامل وهي تبكي عليها دليل على انتهاء معظم الأزمات والعقبات في حياة الحالمة، أو أنها ستلد بسلام. وفي حال رأت الحامل بأنها تقوم بأخذ العزاء لوالدتها فيدل ذلك على قرب موعد الولادة وتهنئة الناس لها بالسلامة. تفسير حلم موت الابنة والبكاء عليها. رؤية موت الابنة والبكاء عليها بشدة ومع صراخ في المنام بيدل على مشاكل كبيرة وحدوث خلافات وصعابات قد يعاني منها الحالم، وقد تحدث أمور سيئة وخسارة مالية مفاجئة. وإذا كان البكاء بدون صراخ فهو رمز للخير والعمر الطويل للابنة. تفسير موت البنت الصغيرة في المنام. موت البنت الصغيرة في المنام بيدل على معرفة طريق الحق والإيمان والالتزام به والقيام بأعمال صالحة، وقد يدل الحلم على وجود أعداء قريبين من الحالم. تفسير موت الابن الأكبر في المنام.
ترمز رؤية موت الابن الأكبر في المنام إلى العمر الطويل لهذا الابن، وأنه سوف يكون ابنا صالحا يحمل الخير ويحب فعل الخير للناس ولوالديه، وأنه سيكون من الأشخاص الذي رضى الله عن أعمالهم، كما تدل على النصر على الأعداء. تفسير حلم موت ابنتي الرضيعة. رؤية موت الابنة الرضيعة بيدل على ضيق وصعوبات يتعرض لها الحالم، وتشير إلى حالة من اليأس والغم، وقد تكون دليلا على فقدان شيء له قيمة كبيرة للرائي. تفسير حلم موت ابن الرضيع. ترمز رؤية موت الابن الرضيع إلى الخير لصاحب الحلم، فإذا كان يعاني من الهموم والمشكلات فيزداد قوة وقدرة على التخلص منها. تفسير رؤية موت الأخ في منام العزباء. بيدل على المشاكل والخلافات الكثيرة والأذى الذي سيصيب الحالمة، ولكنها ستتخلص منها، وإذا كانت الحالمة تعاني من المرض فهذه الرؤية تدل على العافية والصحة الجيدة. وتقبيل رأس الأخ الميت في المنام يدل على وعكة صحية. تفسير رؤية موت الأخ للمتزوجة في المنام. بيدل على الأخبار السعيدة للحالمة في حياتها الواقعية. تدل رؤية موت الأخ للحامل في المنام على قرب موعد الولادة. تدل رؤية الأخ الحي في المنام على سداد الديون للشخص المديون بفضل الله. تدل رؤية الأخ المتوفي في المنام على القوة بعد الضعف الذي مر به الحالم. تفسير رؤية موت الأخت في منام العزباء بتدل على الاستقرار والراحة النفسية والارتباط والزواج السعيد للحالمة. ترمز رؤية موت الأخت في منام المتزوجة على بشرى تحمل الفرح لها وتعمل على تغيير حياتها للأفضل. تدل رؤية موت الأخت في منام الحامل على أن هناك شيئا مهم جدا سيحدث لها في حياتها يحمل الفرح والسرور والأشياء الجميلة. تفسير حلم موت الزوجة والبكاء عليها. إذا رأى الحالم في منامه بأن زوجته ماتت وهو يبكي عليها دون أن يصرخ أو يعلو صوته، أو عدم وجود مظاهر الموت ثم ارتداء اللون الأسود أو لون غامق، فإن الرؤية تدل على حصول الزوج على مال كثير من جراء عمله، خاصة إذا كان يعمل في التجارة، وسوف يعلو شأنه بين المحيطين به. تفسير حلم موت الجدة وهي حية لابن سيرين. إن موت الجدة في المنام وهي حية في الواقع يشير إلى الخير والاستقرار وترابط أفراد الأسرة، فضلا عن الهدوء والراحة النفسية التي سيحصل عليها الحالم بعيدا عن الخلافات والمشكلات. تفسير موت الزوج في المنام. فسر ابن سيرين رؤية موت الزوج في المنام بأنها إشارة إلى إهمال الزوجة وانشغالها وعدم قيامها بواجباتها في البيت، أيضا إشارة إلى أن الزوجة تأخذ فرصة ثانية لتحقيق ما فقدته في الواقع. أيضا يرمز المنام إلى غياب الزوج لفترة من الزمن من خلال السفر أو نتيجة الإصابة بمرض معين. أيضا تشير رؤية الزوج المسجون قد مات في المنام إلى الحرية وفك الأسر. كذلك تدل رؤية موت الزوج في المنام على حدوث أمور سلبية تتمثل بالانفصال أو الطلاق أو الهجر. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. لا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا. إلى اللقاء.